السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة فيديو جديد هنشرح فيه أهم المحاور والكباري اللي بتيجي في أي مسابقة التنظيم والإدارة بيعلن عنها. وهنبدأ النهاردة بالجزء الأول، ولكن قبل ما نبدأ أتمنى منكم تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة كدعم ليا عشان أستمر وأنزل لكم فيديوهات جديدة أول بأول. نبدأ بقى في الأسئلة على طول. معانا أول المحاور اللي هي في مايو 2024. أول حاجة محور الدكتور هشام عرفات، وده مهم جدا. محور الدكتور هشام عرفات في طريق الصعيد الحر، بيربط ما بين محافظات القاهرة والمنيا وبني سويف، وده مهم جدا. تاني محور وده في مايو 2024 برضو، محور اللواء سمير فرج في شمال الأقصر، ده بيربط طريق الصحراوي الشرقي وأسوان الغربي، مهم جدا جدا. رقم 3 محور الدكتور محمد سيد طنطاوي في دار السلام، ده بيربط الطريق الزراعي الشرقي والصحراوي الغربي، وده مهم جدا برضو. 4 محور الدكتور جمال حمدان في المراغة، ده بيخدم أهالي سوهاج، وده مهم جدا. رقم 5 محور الشيخ محمد صديق المنشاوي، مهم جدا في أسيوط. رقم 6 محور شرق العينات الداخلة الفرافرة في الصعيد، دول في مايو 2024. طيب في مارس بقى 2023 كان في افتتاح المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ده بيربط بين المنيا والقصير. ديسمبر 2022 محور المشير فؤاد أبو ذكري، وده مهم جدا، كان موجود في مسابقة معلم مادة. رقم 9 افتتاح محور 54 بميناء الإسكندرية، ده في غرب مدينة الإسكندرية. رقم 10 افتتاح كوبري الدوران للخلف على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي. مارس 2022 السؤال رقم 11 تطوير طريق الجيزة الفيوم. رقم 12 محور المريوطية. رقم 13 محور المنصورية. 14 طريق ترسا. 15 افتتاح طريق الدائري الأوسطي، وده بيربط القاهرة الإسماعيلية الزراعي حتى طريق الضبعة. في ديسمبر 2021 رقم 16 افتتاح محور كلبشة على النيل بمحافظة أسوان. 17 محور قوس على النيل بمحافظة قنا. رقم 18 افتتاح محور سمنلوط على النيل بمحافظة المنيا. رقم 19 افتتاح المرحلة الأولى من محور ديروت الحر بمحافظة أسيوط. رقم 20 ازدواج طريق سفاجة القصير مرسى علم. رقم 21 افتتاح كوبري البلينة العلوي على السكة الحديد بمحافظة سوهاج، أتمنى أن أنا أكون نطقت الاسم صح بتاع البلينة ده، وده بيربط شرق وغرب مدينة البلينة أعلى طريق القاهرة أسوان الزراعي. رقم 22 ده كله في ديسمبر 2021. رقم 22 المرحلة الأولى من تطوير الصعيد الصحراوي الغربي بين القاهرة والمنيا. رقم 23 محور المستشار عدلي منصور في محافظة بني سويف، القريمات الزعفرانة في البحر الأحمر، وده مهم جدا. رقم 24 افتتاح كوبري مزلقان المديرية على السكة الحديد بمحافظة بني سويف. رقم 25 افتتاح كوبري جرجة على السكة الحديد بمحافظة سوهاج. رقم 26 افتتاح كوبري أعلى مفيد توشكا. رقم 27 افتتاح طريق توشكا شرق العوينات في سبتمبر 2021. رقم 28 بقى افتتاح طريق الإسماعيلية العوجة، ده بيخدم المنطقة المخطط زراعتها ب 121 فدان بوسط سيناء ومطار البردويل. رقم 29 افتتاح طريق جنيفة. رقم 30 افتتاح طريق نفق الشهيد أحمد حمدي. رقم 31 افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وده بيربط سيناء بالوادي والدلتا. في أكتوبر 2020 كان في افتتاح طريق النفق رأس النقب بمحافظة جنوب سيناء، ده بيربط نفق أحمد حمدي بيناء طابة ونويبع. في سبتمبر 2020 افتتاح محور التجنيد شبرا بنها الحر، وده بيخدم أهالي المطرية ومسترد وبهتين. في أغسطس 2020 رقم 34 محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، وده مهم جدا. رقم 35 إنشاء محور أبو قير بالإسكندرية، ده بيربط شرق الإسكندرية بمحاور مرورية جديدة. في يوليو 2020 إنشاء كوبري أسنيت بكفر شكر بمحافظة القليوبية، وكوبري ديكرنس بمحافظة القليوبية. في يونيو 2020 رقم 37 إنشاء محور الفريق إبراهيم العرابي، وده مهم جدا، ده بيربط جسر السويس ببلبيس الصحراوي. رقم 38 محور روكسي رمسيس لربط وسط البلد بشرق القاهرة. رقم 39 محور الفريق محمد العصار، ده موجود في القاهرة، وده مهم جدا المحور ده.
اي محور بتاع فريق لواء مهم جدا. ابريل 2020 الانتهاء من حفر نفق الشهيد احمد حمدي 2. في يناير 2020 انشاء 4 كباري على طريق بنها المنصورة، وهم كوبري كفر شكر، وكوبري بشلة العلوي، وكوبري طنامل، وكوبري سارد. اتمنى ان انا بنطق الاسامي دي صح عشان اول مره اشوفها بصراحه يعني. طيب كده الفيديو خلص. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول باول. ودي معظم اللينكات للفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده. سلام.